بصوا بقى يا جماعة، أخبارنا النهاردة أخبار حلوة وسريعة، ويلا بينا نخش في حلقة النهاردة. بس قبل ما نخش في حلقة النهاردة ما تنساش نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونخش في أول موضوع معانا. خلصنا منتخبات، نروح للدوريات. أنا الصراحة التوقف الدولي اللي بيحصل ده بيتعبني، يعني أنا منتخب مصر تعبني منتخب مصر الصراحة يعني أداء وحش قوي. كسبنا الراس الاخضر ضربات جزاء، بس معلش يعني هي مين الراس الاخضر؟ احنا منتخب مصر. هتقول لي بقى غيابات، هتقول لي مش عارف ايه. انا عايز منتخب مصر يكون منتخب قوي، عايز منتخب مصر ينزل زي ما بيقولوا كده ايام حسن شحاتة. انا عايز منتخب بتاع حسن شحاتة، بننزل وبنلعب وفي اداء وفي روح في خطه، في خطه من الاخر. فخلصنا خلاص منتخبات، نروح للدوريات. طيب عندنا المباراه اللي جايه، مباراه النادي الاهلي وشبيبه القبائل الجزائري. مباراه صعبه جدا، مباراه النادي الاهلي فاز بالسوبر واداؤه الحمد لله اتحسن، ويستروب خد الثقه واللعيبه رجعت لها الروح، وشفنا حوار تريزيجيه مع ابراهيم فايق والحوار كان قمه في الروعه. مباراة مختلفة، مباراة شباب القبائل فريق قوي، فريق يعني ما ينفعش يستهان بيه. طيب هو بيلعب ازاي؟ مين النجوم اللي في الفريق ده؟ انتظرونا ان شاء الله، هنعمل حلقة هنتكلم فيها بالتحديد عن مباراة الاهلي وشباب القبائل. هتكون ليلة المباراة بإذن الله. المباراة امتى؟ يوم السبت اللي جاي ده الساعة 5 مساء. فان شاء الله يوم الجمعة هيكون عندنا ليلة الامتحان او ليلة المباراة، هنتكلم فيها عن كل تفاصيل المباراة والتشكيل المتوقع والكلام ده كله، وهل إمام عاشور هيشارك ولا مش هيشارك. كل ده هنقوله إن شاء الله يوم الجمعة بإذن الله. طيب، هو عبد المنعم ورامي ربيعة هيرجعوا فعلا الأهلي ولا ده كلام سوشيال ميديا؟ بص يا باشا، فعلا في كلام مع عبد المنعم وتواصلوا معاه علشان يعرفوا وجهة نظره. هل انت يا عبد المنعم بتفكر ترجع النادي الاهلي ولا انت عايز تكمل في الاحتراف الاوروبي؟ الرد صراحة كده، عبد المنعم عايز يكمل في الاحتراف الاوروبي. ولو لقى طريقه مش ماشي او لقى نفسه في الاحتراف مش حابب يكمل، فالخيار الاول والاخير هو العودة للنادي الاهلي. هيرجع دلوقتي؟ لا، هيرجع بعد ما يكمل مشواره في اوروبا. طبعا نتمنى له كل التوفيق. طب بالنسبة لرامي ربيعة، في كلام فعلا ان رامي ربيعة هل يرجع الاهلي ولا لا؟ لا، يستروب قالها صراحة. رامي ربيعة مش محتاجه في النادي الاهلي، سنه كبير، مش هيديني زي ما كان موجود، فخلاص انا مش محتاج رامي ربيعة. ده يستروب. طيب مفاجأة يستروب ايه بقى؟ اللي هو اهم خبر في حلقتنا النهاردة. يستروب عمل تمرين مع اللعيبة، شاف عودة أشرف داري. وهنا المفاجأة، هو اتفاجئ من أشرف داري. يعني احنا كلنا إعلاميين، قنوات يوتيوب، سوشيال ميديا، بنتكلم في إن أشرف داري هو أول الراحلين الأجانب عن النادي الأهلي. ولكن يسترب اتفرج على التمرين واتفرج على اداء اشرف داري وانبهر من اداء اشرف داري، وقال ان هو محتاج اللاعب ده يكمل معاه في النادي الاهلي. هتقول لي طبيعي ان النادي الاهلي هيقول له يا عم يستروب، الراجل ده على طول بيتصاب ومن ساعة ما جه الاهلي وهو اصاباته كتير. ده اللي حصل فعلا. طب يستروب قال لهم ايه؟ يستروب قال لهم طب ما نروح نوديه دكاترة كبار ونحاول نعرف اسباب اصابات اشرف داري المتكررة. نعرف هو بيتصاب ليه، هل حمل بدني زايد؟ طب هل نظام غذائي مش مظبوط؟ نعرف السبب علشان خاطر نعالج الاسباب اللي بتوصل لاصابات اشرف داري. ولكن هو متمسك وبشدة باشرف داري. فطبعا مفاجأة ليه ومفاجأة لينا ومفاجأة لأشرف نفسه ولأبوه ولعيلته. فالصراحة يعني نتمنى لو فعلا أشرف داري زي ما بنسمع ان هو اداؤه، هو فعلا لاعب كبير، يعني هو مع منتخب المغرب وفي كاس العالم. لا، اشرف داري لاعب كبير ولكن هو حظه وحش معانا. فنتمنى يعني ان شاء الله يمكن اصاباته تقل، يرجع يشارك باستمرار
فنتمنى، يعني هنقول لا ليه؟ يعني لو اداؤه فعلا كويس واصاباته قلت فهيكون مكسب للنادي الاهلي. فدي كده اخبارنا ودي كده حلقتنا، وان شاء الله نشوفكم دايما بافضل صحة وافضل حال. ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة. اشوفكم دايما بخير. شكرا لكم. سلام عليكم.